أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهاردة عايز أتكلم على حلقة بعنوان الهندسة محور الابتكار. الاختراع أو الابتكار بيتبنى على الأساس. في الغالب الأساس ده بيكون هندسي، في الغالب يعني معظم الأفكار ممكن أقول 90% منها بتتبنى على أساس هندسي. كويس. والله مش حبا في الهندسة ولا تحيزا للهندسة، لكن أنا هقول لك إزاي الهندسة غيرت كتير في الحياة، يعني في الحياة بشكل عام، وكان ليها أسباب. يعني مش عارف أقول للأسف كانت يعني إسلامية، لكن إحنا مش هنقول تخلفنا، لكن ضعنا بعديها، ما وصلناش للمرحلة دي تاني. أتمنى أن نوصل لها إن شاء الله بإذن الله بمجهودكم وتعاونكم. وفكرة أنا عايز تحطها في دماغك، يعني مهما كان سمعت مني من فيديوهات، لو خد النقطة دي بس، خلي نيتك العلم للعلم. يعني انا بخترع وابتكر وبدخل المجال ده لنصرة العلم. انا زهقت من التفاهات اللي انا بشوفها. انا عايز ابقى شخص من يعتبر نقول من جيش العلم. انا صاحب فكر، صاحب علم. انا عايز ابين لناس تيجي من بعد تتعلم يعني ايه علم، فببين العلم وبحط له يعني آه، ممكن نقول خطوط عريضة، أو خطوط أو محاور مهمة أنا بحفظها عشان اللي بعدي يعرفها ويبني عليها. زي السابقين اللي عملوا، طبعا أنا هبتدي بالنقطة دي، هم اهتموا بالعلم وتعبوا عشان العلم. أنا سمعت حتى كان في حديث عن شخص من العلماء، فكان بيقول اللي هو الشخص ده العالم ده كان بيتكلم بيقول أنا كنت بشتغل بالأجرة. ده مؤلف كتب كبيرة، يعني طبعا من الناس القدامى يعني. فبيقول انا كنت بشتغل بالاجره، مش عارف بشتغل ايه عشان اجيب فلوس، عشان اقدر اجيب حبر، عشان اقدر اكتب. يعني يعني الناس اللي هي بنت العلم زمان، دول تعبوا جدا وجهدوا جدا وكانوا بيتظلموا وبيحصل لهم مشاكل. احنا الحمد لله العلم بالنسبه لنا ميسر جدا، فما فيش عندنا مشاكل، ما عندناش الضغط ده. يمكن كل واحد يقول لك انا مشكلتي بس انا ما عنديش وقت، لا اصل انا محتاج حاجات معينه. دول ما كانش عندهم اي حاجه، مع ذلك بنوا حضارة احنا ماشيين عليها كلنا، واحنا والغرب كلنا، بسبب ناس اشتغلوا على افكار، امنوا، كان عندهم ايمان اللي هو يقدر يحقق حاجة، يقدر يعمل حاجة. الايمان ده خلى عنده دافع قوي، قدر يبتكر ويخترع ويعمل حاجات احنا بنينا عليها. تقريبا كلنا العلوم كلها اتبنت عليه، لكن هو الراجل كان مؤمن باساس. وهو بيشتغل مش عشان يكسب، بدليل هو لو كان بيكسب. خلي بالك برضو النقطه دي، لان كتير بتتكلم في الموضوع ده وكتير يكتبوا لي، حتى هتلاقي تعليقات أنا مش برد عليها. لما انت تقول لي يعني الاختراع هكسب منه كام، يعني براءه الاختراع دي هتعود عليا بكام، والله هو علم. ده اولا، نيتك تكون العلم اولا. هل انت لما بتيجي تدفع صدقه بتقول هو ربنا هيديني كام؟ هو انا لما اطلع حاجه لله انا هاخد كام بقى قصادها؟ عمرها ما بتتحسب كده. فخد بالك، خلي نيتك لله، العلم لله، يعني بيطلع وبتعب عشانه. اللي انا بجاهد في العلم انا في سبيل الله. طبعا في مليون حديث، مش حديث واحد يعني، او يعني يعني احاديث عدد، بلاش مليون حديث يعني. في احاديث كتيره تتكلم عن فضل العلم. كويس. فمش هنيجي نقول بقى لا انا استفدت ايه، واللي يقول لك انا عملت اختراع وما استفدتش منه حاجه. لا، ناس جهدت في العلم، كان بيشتغل عشان يصرف على علمه، ما استفادش اي حاجه. يعني هو يمكن ما خدش اي حاجه ماديه زي ما احنا بنفكر، او زي الناس بتفكر. انا ما خدتش حاجه، ما خدتش فلوس في ايدي. كويس. لكن احنا استفدنا من بعده. بعد كام سنه، كام سنه كلنا عمالين نستفيد احنا والغرب. هبتدي طبعا على طول عشان ما اطولش عليكم، من بدايه الفكر الهندسي وبدايه العلوم اللي احنا مستفيدين منها احنا والغرب. طبعا الغرب اولا، مع يعني مش عارف اقول لك بقى، دور وشوف ازاي احنا العلوم بتاعتنا اتسرقت واتاخدت والكلام ده. يعني خلينا نتكلم على الواقع، خلاص مش عايزين نفكر في حاجه ماضي. لكن خلينا نبتدي نتكلم على الامام الجذري. الامام الجذري ممكن تبحث عنه، انا قلت اتكلمت عنه قبل كده بس برضه بعيد. لما اجي اتكلم على الهندسه واساس الهندسه واساس العلوم الهندسيه اللي احنا بنسجل بيها براءه اختراع، ما هو ما فيش براءه اختراع ما فيهاش حاجه هندسيه. كويس. فاحنا بنتكلم على الاساس، الشخص الاساس وضع حجر الاساس في اللي احنا بنستفيد منه، واللي احنا بيبقى لنا اختراع بيساوي فلوس بسبب الشخص ده. كويس. وهو يمكن في حياته ما استفادش اي حاجه.
وما خدش اي حاجه ماديه، لكن اكيد عند ربنا ليه اجر عظيم. طيب هنتكلم اول حاجه، وهختار مثال حاجه واحده قوي، يعني حاجه واحده بس. انا يعني بتعجبني، وبعتبرها مثال لان هي حاجه سهله بسيطه، الكلام عنها قليل، فهديها لك كمثال بس وهفصلها لك واقول لك دي استفدنا منها ايه. في روبوت، هو عمل روبوت كويس. ما هي انت شوف الروبوت دي احنا عرفناها امتى؟ الروبوتات دي يمكن ظهرت مثلا من 30 سنه 40 سنه. كان في الغرب بيعملوا حاجات شكلها غريب، انتوا اكيد اتفرجتوا على حاجات بالصفيح كده ويقول لك ده روبوت، كانوا بيعتبروه حاجه الهوس، وهم يعني في ايه روبوت، يعني ايه روبوت، يعني ايه كذا. كويس، كان شويه الموضوع يعتبر في الاحلام، يعني حاجه مش مصدقه. لكن شوف الامام عمل ايه. كويس، كان عامل روبوت على شكل غلام او طفل كويس، ماسك بايده ابريق، ابريق في اليمين، ايده الثانيه منشفه، وعلى راسه في عمه عليها عصفوره، عصفور كويس. بيقول لك لما يجي وقت الصلاه، هو بيمشي مسافه، يعني بيمشي مسافه بتاع متر متر ونص كويس، يبقى واقف بعيد. هو اللي انا سمعته، اللي هي القصه اللي سمعتها، الله اعلم صح ولا لا، أو قريتها يعني اقصد. بيقول لك اللي هو عمله للملك، هديه للملك كويس. فده عشان الوضوء، هو عمله عشان الوضوء كويس. لما يجي وقت الصلاة يتحرك الروبوت ده اتجاه الملك كويس. هنقول اللي هو يعني بيتحرك حركة مستقيمة، اعتبر ان احنا نفكر فكرة ويتحرك حركة مستقيمة، بيجي من قدام لوراه ويرجع لنفس المكان بتاعه كويس. بيتحرك كويس. لما يجي وقت الصلاة العصفور ده يصفر، يتحرك ويصفر، يتحرك ويصفر، تمام. وبعد كده يبدأ هو يقرب ناحية الملك، يديله الإبريق كويس، يميل له الإبريق يتوضى، أكيد في حوض طبعا وكده، تمام. وبعد كده يخلص الوضوء، يروح جاي شايل الإبريق ومديله المنشفة ينشف. حلو كده. طبعا أنا عايز أقول لك حاجة، أنا شفت متاحف خاصة بالحاجات اللي هي الإسلامية القديمة، لكن للأسف والله يعني اسمعوا مني الكلام ده، هو كلام يعني مش غريب شوية، بس والله ده واقع. اللي هم هتلاقي فيه حاجات، انا شفت في متاحف حاجات والله لو استعانوا بالمخترعين لنفهمهم اتعمل الحاجات دي ازاي. لكن هم للاسف بيجي ناس معينه بس، هو كتر خيرهم كتر خيرهم اللي هم بداوا يهتموا اللي هم يعملوا ماكيتات شبيهه للنماذج دي كويس. طيب خليني احلل لك الفكره دي نفسها عشان اطلع لك منها حاجات. الحمد لله كان ليا خبره في بعض الحاجات دي، وانا يمكن ذكرت قبل كده ان انا اشتغلت في حاجات قديمه، الحاجات اللي هي الانتيكا والكلام ده والميكانيكا، الالماني وكل التفاصيل، يعني قصدي كل منتج قديم انتيكا اتعمل، انا هقول لك طالع من الافكار دي. اول حاجه لو مسكنا العصفوره من فوق، في جهاز موسيقى، في عصفوره بتتحرك كويس. الجهاز ده ممكن يساوي ما بين 3000 دولار 4000 5000 دولار وانت طالع في الاسعار، ده جهاز الموسيقى القديم. فضل يطلع اشكال، وانتوا دوروا على اللي انا بقول عليه ده، فضل يطلع اشكال وموديلات منه بتعمل موسيقى كويس. فكره العصفوره تعمل صوت صفاره دي معجزه، انا عملتها على فكره، انا بعملها وبصلح الحاجات دي، بتكلم بجد. نوصل لايه بقى؟ للساعات اللي هي الكوكو، اللي هي بتعمل كوكو كوكو دي كل ساعه، دي فيها نفس التكنيك، بس مش حركه كامله للعصفور، العصفور بس بيتحرك كده، حرك جناحاته بس. انا يمكن نزلت مره فيديو سريع كده عن الموضوع ده. لكن صوت العصفوره نفسه اللي بيعمل صوت الصفاره بتاعت العصفوره دي، طريقه النفخ اصلا ده اختراع لوحده، والميكانيكا بتاعته اختراع برضه، يعني حاجه في منتهى الابداع والروعه. انا صلحت الحاجات دي برضه. فبدايه بقى من الساعه الكوكو اللي هي احدث حاجه انتم ممكن سمعتوا عنها، للرجوع للعصفوره اللي بتتحرك وبتساوي يعني لا تتخيلوا ارقام رهيبه، اتعمل منها ذهب، اتعمل منها فضه، اتعمل منها ذهب بالالماظ، علب وفيها. طبعا مين اللي عملها؟ مش احنا، الغرب اللي عملها كده لحد الساعه الكوكو. يعني شوفوا المنتجات قد ايه اتعملت بس من العصفوره اللي فوق. طيب سيبك من العصفوره اللي فوق، خلينا ننزل تحت شويه. حركه الدراع اللي هو بيرفع عشان يحرك ايد بالميه وكده، طبعا دي ميكانيكا، وهو كان الجزري من اوائل الناس اللي اخترعت فكره التروس، فكر يعمل تروس وعمل تروس بيضاوي، يعني من اوائل الناس فكرت يعني ايه تروس اصلا كويس. اللي انا برضو كنت قريته اللي هو استعمل الميه في الميكانيكا، وده مش متعارف قوي حتى الآن. مثلا فكرة ان انت تستخدم المية وضغط المية اللي انت تحرك حاجة وتستخدمها في الوقت، عارف يعني ايه الوقت؟ يعني انا اخليها مثلا تعمل نقطة 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 نقطة
بحيث اللي انا بعد ساعه بالظبط الجزء ده يتملى فيبدا ينزل لتحت فيحرك دراع. هو ده بالظبط اللي عمله. يعني انا والله ما دورتش في تفاصيل، او مش كل حاجه مذكوره. يعني احنا عندنا صور لكن الاساس والتفاصيل الداخليه مش واضحه للناس، او ما فيش حد. انا كنت اتمنى اللي هو يجيبوا مخترعين، عدد من المخترعين يمسكوا اختراعات الجذر دي يفصلوها ويعرفوا الحاجات دي اتعملت ازاي ونتناقش. انا اقول والله وجهة نظري كذا، واحد يقول وجهة نظره كذا، فنعمل الاجهزة دي بالكفاءة والتكنيك اللي عمله الجذري بالظبط. لان كل حاجة مش واضحة، يعني في الغالب مش كل حاجة واضحة، بس في ناس اخذت الورق اللي هو الواضح. انا متأكد هم عرفوا يعملوا الحاجات دي ازاي عملوا العصافير اللي انا بقول لك، العصفورة اللي قد كده الصغيرة بتحرك دماغها والجناحات وكل حاجه. ازاي اتعملت الحاجات دي؟ انا متاكد ان في اصل للورق ده اتاخد مننا وتعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي. برضه خد كلامي صح او غلط، دور على اللي انا بقوله بدايه من فكره الساعه الكوكو، شوفها معموله ازاي وشوف تفاصيلها بقى، وانت راجع لاقدم 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 لحد ما تعرف مين اللي اخترع الافكار دي. هتلاقي المانيا ودول عظمى تقريبا، امريكا حتى لا، يعني المانيا هي اكتر دوله كان فيها صناعات دقيقه شويه. كويس، ده انا بتكلم بس على ايه، احنا خدنا العصفوره وبعد كده نزلنا على حركه الدراع اللي هي الحركه الميكانيكيه. كويس، عندك درعين هم حركه ميكانيكيه هنقول شبه بعض. كويس. حركه المسافه برضو ميكانيكيه، اللي هو يروح ويقرب ويرجع. تمام. دي استفدنا منها ايه؟ يعني انا عايز اطلع لك ده طلع منه ايه. طبعا خد بالك اللي هي من بدايه بس من الدماغ طلع منها موضوع الساعه الكوكو، العصافير بكل اشكالها اللي بتعمل صوت. لان موضوع الصوت ده بجد يا جماعه ابداع. ازاي انت تقدر تعمل صوت العصفوره اصلا؟ ازاي صوت العصفوره اللي هو السريع ده ازاي تعمله بطريقه ميكانيكيه؟ دي حاجه ابداعيه جامده. انا بقى بعرف اعمله واعرف اصلحه كمان. كويس، الحمد لله. يعني لو ربنا اراد ان انا الحاجات دي افادتني طبعا بشكل كبير. بس سبحان الله، شوف انا اتعلمت من الحاجات الالماني والانجليزي يعني كله بقى. يعني هو انا خدت الحمد لله معظم التخصصات بقى ومعظم الدول ودرست الموضوع وقريت فيه كويس الحمد لله. لكن سبحان الله انا اتعلمت منهم رغم الاساس من مين؟ من عندنا اصلا. يعني الاساس من عندك بس انت ما خدتش العلم من عندك. دي مشكله. لازم اتمنى يجي في وقت من الاوقات المتاحف الكبرى اللي هي خدت، يعني في متاحف ما شاء الله خدت اللي هي ساعه الجذري وعملوا ماكت ليها وكل حاجه. لكن الاساس العلمي فين؟ الاساس العلمي انا عايز اعرفه. هو ليه مخفي عني؟ او هل انتوا مش عارفينه؟ طب ما تقعدونا كمخترعين، اجتمعوا مع مخترعين اعرفوا ايه العلم ده اتعمل ازاي فاحنا نستفيد منه بعد ذلك. يعني خليها ربما تفيد في يوم من الايام. المهم قلنا اول حاجه استفدنا من الروبوت ده. اول حاجه اللي احنا زي ما بقول طلع منها شويه تخصصات وشويه مصانع وانتاج. حتى الان الساعات دي مسيطره باسعار خرافيه على مستوى العالم، وانت نازل زي ما بقول للعلب اللي هي بتاعت الموسيقى اللي هي فيها العصفور. كويس، تمام. طلع منها الروبوت اللي هو ما كانش حد يعرف حاجه عن الروبوت حتى وقت قريب. ما حدش يعرف عن ايه روبوت يعني ايه روبوت بيتحرك لوحده ازاي. عايز اقول لك ان الشخص ده عمل ده بالميكانيكا. علشان كده انا في الاخر هكلمك شويه على براءه الاختراع. الذكاء انك انت تستخدم في الميكانيكا في كل حاجه او في اساس الفكره بتاعتك. ليه؟ لان بالميكانيكا ضمان اكتر للفكره، تكلفه قليله. كويس. هي برضو يعني بعد كده احنا ممكن نستخدم حاجات بالتكنولوجيا بس برضو ممكن يحصل فيها ايرور مره. الميكانيكا في الغالب لا، يعني في الغالب الميكانيكا مشاكلها قليله. وتاني حاجه لو الجهاز فيه عيب هو مش هيتحرك اصلا فمش هيضر حد. المشكله في الحاجات اللي هي بالسنسور والروبوتات اللي هي بالسنسور. يعني انا مش قصدي عيب عليها بس اقصد ايه، الاساس ده كان صح 100%، يعني وقوي جدا اتبنى عليه طبعا زي ما بقول افكار وانبثق منه تخصصات. زي ما بقول الروبوت واصل الروبوت من الشخص اللي هو الامام الجذري اللي عمل روبوت. ده على فكره ما عندوش روبوت واحد، طبعا عنده كتير روبوتات كتيره وسيده مش عارف بتنظف وحاجات كتيره قوي انت ممكن بقى تتابعه، وساعه الفيل، حاجات كتيره جدا. كويس. فدي اول حاجه عندنا الروبوت. تمام. لا طب اقول لك حاجه ويمكن برضو ما سمعناهاش كتير، الذكاء الصناعي. احنا عرفنا المعرفه دي او تعريف الذكاء الصناعي ده قريب، صح كده؟ لا ما هو كده استخدم الذكاء الصناعي. تمام. انا كان زمان جيت فتره، ما هو برضو الاسباب اللي خلتني ابحث عن الحاجات دي كتير. انا جيت فتره بفكر
في موضوع الذكاء الصناعي قبل ما اعرف المسمى، قبل ما اعرف الذكاء الصناعي بدات افكر في حاجه تتفاعل معايا انا شخصيا. يعني مثلا قلت اعمل جهاز، بس انا عايز الجهاز يرد عليا وارد عليه. اذا كان مثلا كان كمبيوتر، ده كان فكره، كان عندي فكره كده قبل ما يطلع طبعا التطور اللي احنا فيه ده. كان وانا صغير انا عايز حاجه ترد عليا وارد عليها. بعد كده قلت طب ما انا عايز جهاز يحس بيا، يعني انا مثلا لما امسك الجهاز ده احركه او كده، يبدا يحصل رد فعل معايا ومعاه، هو حاسس انا بعمل ايه، وهو و و و وانا حاسس هو فعلا بيريحني في الاستخدام. زي بعد كده مثلا استخدام العربيات اللي هو في الكرسي، اللي انت بيقول لك لو الكرسي تقعد عليه هو بيحس بوضع جسمك، يبدا يظبط السنسور، يظبط على وضع جسمك. ده ذكاء صناعي، ده ذكاء صناعي مبسط حتى. لا، ده هو استخدم الذكاء الصناعي في تعامله مع الروبوت مع الانسان. هو ما خلاكش قال لك لما يجي وقت الصلاه روح. طب ممكن يخلي الخادم على فكره يروح يجيب الروبوت ده ويديه للسيد، خد اتوضى، ويسحب الروبوت يوديه. لا، هو هنا استخدم الذكاء الصناعي بس ميكانيكي. وعلى فكره في اختراعات كتيره كده فيها استخدام للذكاء الصناعي بطريقه ميكانيكيه، ودي حاجه على فكره عبقريه جدا. لان انت بتشوف هو ازاي بيخليك تتكيف مع الحاجه، وازاي الحاجه تحس بيك باستخدام الميكانيكا. هي حاجه، هي ممكن لازم امثله زي بقول لك اهو. ده مثال، انا مش عايز الموضوع، مش عايز الفيديو برضو يطول. ده مثال، هو استخدم الذكاء الصناعي في خلق علاقه او تواصل ما بينه وبين الشخص المستخدم. عشان برضو نجري شويه في الفيديو. قلت طبعا اللي هو احنا استفدنا منه في موضوع الساعات، استفدنا منه في موضوع الروبوتات. الذكاء الصناعي ممكن تفصل منه تفاصيل كتيره، تروس والى اخره. كويس. وبرضه زي بقول لك دي علوم هي خلاص ما بقتش عندنا، ما عندناش منها تفاصيل. دلوقتي احنا بتجيلنا عن طريق منتجات، فاحنا بنخسر واحنا بنستورد واحنا بندفع وهم بيستفيدوا. طيب، هتكلم عن براءة الاختراع. براءة الاختراع طبعا اساسها الاختراعات الميكانيكيه. اساس الفكره في الغالب بيكون نصه ميكانيكا ونصه كهرباء. نصه او الاساس بتاعه مبني على ميكانيكا. كويس. زي اي جهاز، زي المروحه مثلا. المروحه فيها جزء ميكانيكي وجزء ملف، كويس، وجزء الجزء الكنترول يعني كمثال، وهكذا من الامثله. فيبقى الاساس الميكانيكا والهندسه. طيب، لو فاتك موضوع الهندسه، عشان برضو الناس ما تبقاش ايه انا بقول عشان كلكم تخشوا هندسه، لا، مش هقصد كده. خلي بالك انا اتعلمت كل ده وانا مش مهندس، انا تربيه، كليه تربيه. بس انا حبي للمجال خلاني اجرب واعمل التجربه العملي بتخليك متفوق على اي حد. مش معنى ان انت شفت كورسات لسواقه السيارات يبقى انت محترف. يعني عمرك ما هتحترف زي ما انا بسوق، عمرك ما هتحترف زي ما انا بسوق خالص. صح كده؟ فانا مش عايزك تكتفي بالنظر والتعلم النظري، لازم تجرب وتغلط وتكسر وتتعور. وانا عارف طبعا في برضو من المخترعين معانا حد يعني ربنا يشفيه، حصل له اصابه بسبب اللي هو بيجرب اختراع في سبيل العلم. خير، ربنا يعينه ان شاء الله. لكن جرب وجرب واشتغل بايدك وهات واشتغل. النظري ده مش هيفيدك في حاجه، مش هيوصلك لحاجه. وزي ما قلت احنا كان الاساس من عندنا، لكن الموضوع انتقل من عندنا. خلاص هم بره بقوا عارفين العلوم دي، بيستفيدوا منها، بيبيعوا لنا منها منتجات اتباعت لكل العالم. وما زال احنا بننبهر بالمنتجات دي، الالماني والانجليزي والسويسري. انا بشوف الحاجات دي منبهر من الفكر. لكن عايز اقول لك الفكر اساسه منين؟ اللي احنا مبهورين بيه من عندنا اصلا. فيا ريت خلي عندك نية العلم لله، فأنت في سبيل الله حتى ترجع. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.